السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا العثماني تيهضر على الاحداث اللي كاينه في البلاد دابا وحط النقاط على الحروف. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لنا اللايك، ولا ما عجبكمش قولوا لنا راه ما عجبناش في التعليقات، ولا عجبكم في التعليقات شجعونا وباش ان شاء الله نستمروا في هذه الفيديوهات بحال الشكل هذا. ولكن اليوم مع وجود على الاقل 32 برلماني في السجن في ملفات فساد، صحيح باقي ما تحاكموش او اغلبهم، صحيح انهم لا يزالوا متهمين والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن المتابعه في حاله اعتقال دليل على ان الامور جديه وليست بسيطه. واش نوصلكم الهدف؟ وكثير منهم من احزاب الحكومه، كثير منهم. داكشي علاش ملي كيقولوا هذوك الشباب راه كاين مشكل ديال الفساد، كاين مشكل ديال الفساد نعترفوا به، والتصنيفات الدوليه تثبت هذاك لانديس دو بيرسيبسيون دو لا كوربسيون ديال ترانسبارونسي انترناسيونال راه كيثبت هذا الشيء، كيقيم بلادنا. مع الاسف كانت عندنا واحد استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد وضعت في عهد الحكومه الاولى ديال العداله والتنميه ستيفن كيراك. ركزوا على هذه المعلومات اللي غايقول دابا، لان هذا هو البيت القصيد، لان هذو هما المؤسسات اللي كانوا قايمين وكانوا مقيومين في الاول، ومن جا السيد رئيس الحكومه ديال الحالي ديال دابا هذا الشيء كله عطلوا جميع المؤسسات هذه، وبدات التطبيق ديالها في عهدي انا. وانا يعني اشعر بالفخر لان وضعت المؤسسات ديال الحكامه الاولى، لان كل استراتيجيه وكل برنامج ضروري تكون عنده نظام حكامه، لجنه وطنيه للتتبع، لجان احيانا جهويه واحيانا قطاعيه للمتابعه، نظام للتقييم، لان اذا ما كاينش التقييم حتى حاجه ما غتسمى. واول شيء دارته هذه الحكومه جمدات، دخلت الثلاجه هذيك الاستراتيجيه الوطنيه، بدل ما تخرج التقييم ديالها دخلتها الثلاجه، ولم تنعقد بعدها ولو مره واحده اللجنه الوطنيه لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للنزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد. طبيعي ما غادي يكونش محاربه الفساد، ما غادي تستمرش. بطبيعه الحال انتم راه شفتوا سحب القانون، مشروع القانون الجنائي الذي كان الصراع عليه والتجميد ديالو في البرلمان كان بسبب بند واحد او فصل واحد اللي مرتبط بمكافحه الفساد. وهذا مستغرب، لماذا احزاب تقوم ضد تمرير واحد الماده اللي كتعطي للقضاء الحق او تعطي للقضاء الحق في التحقيق في املاك شخص اعتقل في حاله او اعتقل في حاله رشوه. علاش ما نبحثوش في الاملاك ديالو؟ لان واحد المسؤول اللي ضبطناه اليوم في قضيه رشوه وهو 30 سنه وهو مسؤول، ما عرفناش اش دار 30 سنه، ماشي مشكل نحققوا في الاملاك ديالو اللي جات بجهده، اللي جات من الارث، اللي جات لانه شراها وعنده، ما كاين مشكل مبارك مسعود. ولكن القضاء انذاك هو الحكم. لماذا نخاف من القضاء؟ وهذا الشيء فاش وقعنا. وراينا نخب انتخابات 2021 اللي جات كما قلت من الخيمه خرجمايل، جات عوجه عرجاء بالمال السياسي، المال الفاسد. شفنا النخب ديالها كثير منها في السجن، وعدد كبير غير مسبوق من رؤساء الجماعات تقيله الوزاره المعنيه. انطلاقا من تقارير ديال المجالس الجهويه للحسابات. هذوك راه جاوا بالرشوه، راه خاصهم يردوا فلوسهم، اللي خسروا في الانتخابات. شنو غيديروا الكراطه. معنى ذلك راه عندنا مؤسسات يمكن تقوم باسم، ولكن السياسيين ايضا خصهم يحرصوا باش تكون النزاهه، الاختيار الجيد للمرشحين، لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا. وكان عندنا واحد، لان التعليم كنذكروا دابا التعليم، كانت هناك استراتيجيه وطنيه لاصلاح منظومه التربيه والتكوين، وضعها المجلس الاعلى للتربيه والتكوين اللي هو مؤسسه دستوريه تشارك فيها جميع الاحزاب وجميع النقابات والهيئات المهنيه والمهنيين الى اخره. ودار استراتيجيه، جلاله الملك امر بتحويل الاستراتيجيه الى قانون، خرجناه في قانون الاطار، ادخلوه ايضا الثلاجه. وينص القانون الاطار على لجنه وطنيه لمتابعه وتتبع تنفيذ قانون الاطار. لم تنعقد هذه اللجنه منذ اتت هذه الحكومه. معنى ذلك هناك اخطاء فظيعه اثرت تاثير مباشر على القطاعات التي خرج هؤلاء الشباب يصرخون ويطالبون باصلاحها. فهي مطالبات صحيحه. مع الاسف خطاب الحكومه باستمرار
وانا هادشي كيضر، لان غير معقول. يمكن الحكومه دائما كيخرجوا كيقول لك الارث القديم الحكومات السابقه كيعني ديال العداله والتنميه. دابا الا قالوا في السنه الاولى مقبول ما كاين مشكل، حتى حنا كنتحملوا جزء من المسؤوليه. السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه والثالثه والرابعه بركه. انت راه عندك غير سنه اخرى، غير 5 سنين. دائما هذا الارث القديم. واش كدير هاد 3 سنين؟ ما تصلح راه عندك جميع القدره. الا كان شي خطا صحو. صح، عندهم السلطه وعندهم كلشي تحت يديهم. غير خويا خوتنا نخليو هذا الفيديو حد هنا. ولا عجبكم هاد الفيديوهات بحال الشكل هذا راه غنبدا نديرهم لكم ان شاء الله. انا راه اول تجربه لي، اول فيديو تندير بهذا الشكل هذا. شجعونا باللايك وسبسكرايب، ولا عجبكم هاد الفيديو قولوا لي في التعليقات. يا عجبك ديروا في